هادوك الأربعة اللي صفت لك 3 كاينين في نفس المكان. غتشوفهم في ساعتين 2 ساعات كنقولوا في 2 hours. هاديك الأخرى جامع الفنا، هاديك خاصك نص نهار باش تشوفها في العشية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. أنا أحمد عباس، طبيب مقيم هنا في إنجلترا، وبعمل فيديوهات عن اللايف ستايل بتاعتي وعن السفريات اللي بسافرها. Speaking of السفر، واحدة من أسخف الحاجات اللي أنا يعني بحسها، وأعتقد إن أي حد بيقرر يسافر لوحده بيحس بيها برضو، حتة إن أنت رايح بلد جديدة ما تعرفش حاجة فيها، ما تعرفش حد هناك، ومش عارف الناس هتفهمك وأنت هتفهمهم وتعرفوا تتعاملوا مع بعض ولا إيه القصة. وده كان دور مريم اللي انتوا سمعتوها، لان هي thankfully كانت acting as my guide في اول يومين من السفرية. مريم وانا كنا بنتكلم اونلاين بقالنا كام يوم قبل سفريتي، بس اول disappointment حصلت في المغرب ان هي كانت مسافرة برا المغرب تاني يوم بعد ما انا وصلت، ورجعت يوم بعد ما انا سافرت، فما كانش في اي فرصة ان احنا نتقابل. لكن she was decent enough ان هي قالت لي بص انا معاك، يعني شوف انت عايز تسأل على ايه، عايز تروح فين، عايز تاكل فين، وانا معاك وهقول لك ايه my recommendations. واول recommendation ليها كانت ان انا اروح ماجورال، وماجورال دي جنينة اسمها خاردين ماجورال. واول ما قالت لي كده، ده كان تاني يوم بعد ما انا وصلت، انا اللي هو يعني ماشي، ما هو انا شفت باركس وشفت جاردنز وشفت مورز، شفت حاجات كتيره، ففكره ان انا اروح اشوف جنينه دي ما كنتش حاسسها قوي الصراحه يعني. بس قلت ايه اشوف، لان انا كده كده I didn't have any better plans to do يعني. لكن انا عن نفسي انبسطت، والسبب ان معظم الحاجات اللي بشوفها هنا في انجلترا بتبقى الطبيعه هي اللي حلوه وهي اللي مخليها جميله، لكن مش مان ميد. ماجوريل از مان ميد، الزرع ده متجمع ومحطوط بالطريقه دي علشان يدي منظر جمالي، والالوان بتاعت الجاردن حاجه خطيره. فانا هسيبكم وانت تتفرجوا على ماجوريل وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتس، وعايزك تبقى فاكر ان انت الكومنتس واللايكس بتاعتك هي اللي بتشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر، فبليز بي جنرس. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام. صباح الخير في يوم جديد في مراكش، والنهارده احنا رايحين نزور مكان اسمه خاردين ماجوريل. اوريكم منظر الكيو اللي عليها، شايفين من الناس اللي هناك دي خالص، كل دول كده لحد هنا، دول داخلين على الساعه 12:30 وانا المفروض معاهم، فانا هروح اقف في الطابور دلوقتي. I have to say ان سبحان الله الدنيا شمس النهارده، بس البامبو ده عامل ظل حلو قوي. هذا مكان للناس اللي مخلينه دور ارضي، يعني للناس اللي عندها معاها ويل شيرز وبتاع. نايس، اللون خطير، الوان خطيره، والازرق ده عامل شغل جامد قوي. بس طبعا الازرق بجد ما يتشافش هنا، يتشاف في شابشاون. بس I'm too far away from it. Too far away. مون شير، كلب بتاعي. الكلام ده فاكره من ايام ما كنت بذاكر فرنساوي زمان.
هو انا ممكن اسالك ايه ده؟ هذا شيء أعشاب الحرق. دي اعشاب بتتشرب يعني كده عشان حرق؟ لا ما تشرب. امال تحرقها. زي بخور. نايس. وهذا الشاي وشاي بالأعشاب. اوكي. عندنا 12 لون مختلف. اقدر افتح؟ مرحبا. استنى ما هذا الشاي بالأعشاب. ده كومي. الحاجات دي منتجة من الجنينة هنا؟ لا هنا في مراكش. هنا انا بحب قوي لازم يعني كل ما بقول حد مغربي انتوا عندكم حرف الاي ده بتقولوه قوي يعني انا اقولها مراكش انت بتلعب مراكش. I love this. Thank you so much miss. Have a good day. هذا الشيء كلاسيكي المغرب، فيه نعناع، زهرة البرتقال، شيء أخضر وشيء أسود. ايوه هو ده اللي بنشربه صحيح. ده بكام ده؟ ده ب 180 درهم شاي فضفاض ولا كوتن تي باجز. لا مش تي باجز، هو اسمه ايه انت بتقول ايه؟ فرفاض؟ شاي فضفاض. فضفاض. احنا نقولوا حبوب. حبوب. احنا بنقول له حبوب برضه. احنا بنقول له خرز. بنقول له خرز اللي هو ماشي. هذا شيء اخضر نعناع. طيب ده اسمه ايه الشاي بتاعكم ده؟ هذول الاثنين هم الاثنين دول. بس ده اللي انا دقته، ده انا عارفه ده. ايوه هو ده. زهرة البرتقال. ده عليه برتقال بتقول صح؟ زهرة البرتقال. زهرة البرتقال. اورنج بلاس. اوكي. مثلا هذا فيه 100 جرام، ممكن لك تستعمل فقط 1 جرام لكل 100 ملل. اوكي. انا ما عرفتش اسمك. عبد الله. فرصة سعيد. انا احمد. مرحبا. ربنا يخليك. شكرا. ناس جميلة قوي. ما لفت. الله. بحب انا شغل دولي ابريق حاجه بس كتير قوي يعني 650 درهم ليه يا جماعه؟ بيير برجي ده هو اللي كان ساعد ييف سان لوران في ان هم يبنوا الجنينه بعد ما جوريل سابها. حبيت هنا ان الجو قريب من جو مصر، اللي هو الصبح يعني في لسعة ساعة كده خفيفة. احنا في نوفمبر فطبعا يعني في الشتاء، فلسعة ساعة خفيفة وبالليل بتقلب ساعة بجد يعني. بس مش زي انجلترا خالص يعني، مفيش وجه مقارنة زي الساعة بتاعت مصر. وبتلاقي في شمس الصبح برضو يعني، ممكن تلاقي ايه ان انت ممكن تقعد في الشمس وتبقى مبسوط وبتاع. فاحنا لما كنت ساكن في الدقي زمان بقى ايام الدقي ما كانت الدقي، كان عندنا في الجنينه اللي تحت الزرعه دي اللي هي ورقها عامل كده. I loved it so much. طبعا كل الكلام ده اتشال واتحط بلاط دلوقتي يا باشا، فاهم؟ طيب خلينا نروح الميوزيوم اوف ذا بربر، متحف البربر، وده بيقولوا من احلى الاماكن اللي ممكن تتشاف هنا في القصه دي يعني في الجنينه. هو ممكن اسالك المتحف فين بتاع البربر؟ من هنا من كده؟ بسيا. الناس كلها فاهمينها، فاهم؟ انت مش محتاج تحور كتير، هم هيفهموك. ده ظريف جدا. ممكن ما يعرفش يتكلم باللهجه بتاعتك بس هو فاهمك. so nice. Oh, masaya. Nice. Well done. ممكن نقعد نريح هنا شويه بس God, it's so nice. Oh, okay. No picture inside. Close. Sorry? Close. No picture. No pictures inside.
يبقى اشوفكم بعد ما اخلص. هو مكان ظريف. اكتر حاجه عجبتني فيه، للاسف طبعا ما عرفتش اصور زي ما انتوا شفتوا ان هم ممنوعين التصوير هناك. That's for a good reason كمان عشان هم مضلمين الدنيا. اكتر حاجه عجبتني في المكان كله، يعني سيبك من الحاجات المعروضه دلوقتي على جنب، بس طريقه العرض كانت احلى حاجه عجبتني. انت لما تدخل جوه الدنيا مظلمه، والسقف عباره عن مظلم كله وزي نجوم كتيره قوي كده. النجوم دي حاجات كهرباء يعني، زي اللي هي اللي بيسموها ايه البيبي لايتس دي، بس شكلها شيك قوي. وبعدين في مزيكا شغاله كده خلفيه، اللي هو جو المزيكا الامازيغ اللي هي مزيكا قبائليه يعني وكده، بس بصوت واطي قوي. بس وكل حاجه التعليق الوحيد ان كل حاجه مكتوبه بالفرنساوي. يعني الحمد لله انا يعني بفهم فرنساوي من ناحيه ان انا اعرف اقراه، لكن مش بعرف اتكلمه طبعا. فيعني عرفت ايه يعني افك الخط كده في حاجات كده، ان انا افهم ايه اللي معروض ده، ايه اللي انا بتفرج عليه. لكن هم هناك فيري هيلبفul قوي يعني لو سالت اي حد من اللي واقفين الناس اللي شغاله هناك هيبقى جميل جدا ان في واحد جاي مشي معايا اصلا يعني. يعني ناس جميله بصراحه، ودي احلى حاجه في اي مكان ممكن تزوره، ان الناس تبقى حلوه يعني. بالنسبه للحاجات اللي معروضه، اكتر حاجات عجبتني الداجرز او اسمه ايه الداجر، اسمه الخنجر. في شويه خناجر هناك جوه معروضه خطيره بقى. انا بحب الحاجات دي قوي تو ذا بوينت ان انا في يوم من الايام نفسي يبقى عندي حاجه من الحاجات دي، بس طبعا ممنوع ان الحاجات دي تتاخد في المطارات وبتاع عشان تعتبر سلاح يعني. بس الداجرز دي كانت خطيره. عجبتني الحاجات بتاعه العجين وزيت الارجان، وفي واحد جوه قاعد يحكي لي على زيت الارجان ده، وان هو مش موجود غير في المغرب بس، وبيستخدموه في حاجات كتيره. طبعا الحاجات التجميليه هي اهم حاجه، لكن بيقول لي برضه بيستخدموه في الطبيخ. دي حاجه انا استغربتها لان ما كنتش اعرفها يعني. بس I think ان احنا كده خلصنا تقريبا. نقعد بقى نريح شويه ونستمتع بجو الحديقه الظريف.